إيران عضو مجلس بلدي تل أبيب يافا. صباح الخير أمير. تحياتي إيمان وأحلى صباح. هلا أحلى صباح يا رب. أمير، أنت أيضا دائما بلاحظ أنك بتبعت لنا حتلنات بالنسبة للوظائف والعمل والحقوق وأرنونة وغيرها عبر أثير راديو مكان. إيش المعلومات اللي بتحب تقدمها لجمهور مستمعينا؟ نعم، بس بداية حبيت أعيد على جميع المستمعين بحلول عيد الفصح المبارك وشهر رمضان المبارك، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، ونقبل إنه نجيهم في هيك شوية ضوء إيجابي بالأوضاع الصعبة اللي إحنا عم نمر فيها. إن شاء الله يا رب. إحنا بنعرف إنه بالسابق تحدثنا عن موضوع إعفاءات من الأرنونة للمصالح والمتاجر، وهذا كان أمر مهم جدا لكي يعني نحافظ على ما تبقى من هذه المصالح التي تمر في أزمة صحيحة وكبيرة. وكان هناك بشرة خير نوعا ما، ليست كافية طبعا، ولكن هناك البعض ممكن أن يستفيد منها، وهي أن كان هناك قرار من وزير الداخلية بإعفاء 3 شهور أو 25% من الضريبة ما تسمى حراسة لحظة، والجناية. أنا بدي نوضح للمستمعين أمير، إعفاء ولا تأجيل؟ لأنه في بداية الأزمة ذكر إنه تأجيل الدفع ل1/5، وقالوا طب أنا يعني بعد 1/5 رح أقدر يكون معي فلوس، فمهم يعني نكون واضحين بهاي صحيح النقطة. صحيح. فلنوضح هذه النقطة. البلديات أو السلطات المحلية ليس لها الصلاحية بأن تقر إعفاءات معينة، ويجب أن يكون هذا من خلال وزارة الداخلية. لذلك ما جرى ما حدث قبل عدة أسابيع كان هناك تأجيل فقط لدفعة الأرنونة من شهر 3 و4 لشهر 5 ل1/5 دفعها. الآن نحن نتكلم عن شيء آخر، نحن لا نتكلم عن تأجيل، بل نتكلم عن إعفاء للمتاجر، إعفاء لمدة 3 شهور. نتكلم عن شهور الكورونا، أذار نيسان وأيار، وهذا يخص فقط المتاجر، لا يخص المساكن. طبعا هناك قائمة. هلا لازم صاحب المتجر مثلا يقدم طلب، ولا كيف بالضبط بحصل على هذا الإعفاء؟ نعم، أولا هذا القرار بداية، بس اسمحي لي أوضح نقطة واحدة. أولا هذا القرار يعطي مسارين للسلطة المحلية بخيارها: إما أن تعطي إعفاء على 3 الشهور التي ذكرتها، أو أن تعطي إعفاء أو تعطي تخفيض بقيمة 25% سنويا على الأرنونة. نحن كممثلي جمهور نريد أن يكون هذا في المسار الأول، بالمعنى أن يكون هناك إمكانية فعلية الآن أن المتجر يحظى من هذا الإعفاء، وليس يكون امتدادا على السنة في طولها، ولكن هذا الخيار هو خيار للسلطة المحلية. لذلك هذا قرار على كافة البلاد، ليست فقط على منطقة المركز أو تل أبيب يافا، على كافة البلاد، ولكن يجب الاستفسار أمام البلدية العينية كيف تتعامل هي مع هذا الموضوع. تمام. بس بدي أفهم منك، نحن نقصد المتاجر، يعني اللي عنده مكتب أو شركة يندرج تحت ذلك ولا لا؟ صحيح، شركة يندرج. سياحة، صحيح. مكتب محامي، مكتب محاسب، برضه هاي الموضوع الإعفاء 3 أشهر. نعم، هناك ما يسمى تكنوت أنظمة. الأنظمة، لكن ليس هناك حتى الآن الأنظمة كاملة من قبل البلديات. حتى بلدية مثل بلدية تل أبيب يافا ليس لها حتى الآن أنظمة جاهزة. ربما ستكون في بحر الأسبوع القادم، وسيكون هناك مفصل أيضا من تماما سيحظى في هذا الإعفاء. الأنظمة التي صدق عليها تقول أن الإعفاء يشمل عدة متاجر ومكاتب أيضا، ومصالح واستيراد وتصدير وإلى آخره. ولكن هناك أيضا قائمة التي هي خارج هذا الإعفاء، بما معناه أن المصالح التي استمرت في عملها دون أن يكون هناك تشويش لهذا العمل
ليس لن تحظى في هذا الإعفاء مثل متاجر المواد الغذائية، مم. البنوك، الفرماسيات، وإلى آخره. فاذا هم لازم يثبتوا انه انا خلال هذه الفتره مش عم بشتغل، سواء كان حلاق، سواء كان مطعم اللي مسكر ابوابه، سواء كان دكانه ملابس. رجاء احنا بنعطي هون يا امير طرف الخيط. بطلب من المستمعين انه يبحثوا ويسالوا، يشوفوا هاي القائمه، يشوفوا انهم موجودين فيها حتى يحصلوا على هذا الاعفاء 3 اشهر من الارنونه. المحامي امير بدران، عضو مجلس بلدي تل أبيب يافا، دائما ابعث لي الحتلانات عشان تساعدني نقدمها للمستمعين. أمير، تحياتي. كل عام وأنت بخير، رمضان وأنت بألف كريم، يافا خير. حلوة وبرمضان بتكون أحلى دائما. شكرا أمير. تحية يفوية عطرة. تحياتي. ثواني معدودات نكون مع أخبار 9.